يلا بينا يا اصحابي نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة معايا كوباية من السكر حبيبات مش بودر، عليه كوباية من الحليب، عليه نص كوباية من الكاكاو الخام. لازم يكون نوع الكاكاو حلو يا اصحابي علشان يطلع صوص الشوكولاتة حلو. وهنجيب نص كوباية من الزيت وهننزل بيها واحدة واحدة والخلاط شغال بالشكل ده كده، وهنديلهم ضربة بقى يا اصحابي وخلاص كده بقى صوص شوكولاتة معانا. هناخد منه كوباية ونسيب وندخلها التلاجة ونسيب حبة نعمل بهم الجاتو شاتو معانا. وهنرجع بقى لباقي الخليط، هنزل ببيضتين بدرجة حرارة المطبخ. وطالما حطينا بيض يعني يا اصحابي فانيليا، معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنضرب كده وخلاص كده. ما خلصنا من المواد السائلة، هنبدأ في المواد الجافة. هي المواد الجافة كوباية ونص من الدقيق، عليهم رشة ملح، عليه معلقة من البيكنج باودر، وهندخلهم كويس جدا. لازم ندخل الدقيق يا اصحابي في قرص بقى في الكيك، لازم الدقيق يتنخل عشان ما يكونش فيه اي تكتلات. وهننزل بقى بالمواد الجافة على المواد السائلة كده بالشكل ده، ونقلب في اتجاه واحد. هنديلهم تقليبة كده بس في اتجاه واحد، وهننزلهم في الصينية دي كده بالشكل ده. الصينية مدهونة شوية زيت، اهو حبيبي يا رسول الله. وخلاص كده انا نزلت بالكيكة. هنديلها خبطتين بقى يا اصحابي كده عشان تطلع الهواء منها، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 25 دقيقة رف اوسط. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن يا اصحابي. شايفين شكلها اسفنج ازاي وكتير هشة. ولو الصينية كان حجمها اصغر من كده كانت هتبقى عليها اكتر من كده وهشة. انا عملت لها خليط معلقة قهوة سريعة الذوبان ومعلقة عسل وربع كوباية من اللبن. هندهن الجاتو شاتو كده بالشكل ده يا اصحاب. هنسقي الجاتو شاتو كله، وهنطلع بقى كوباية الصوص الشوكولاتة اللي احنا عملناها في التلاجة. وشايفين قوامه بقى تمام ما دخل التلاجة. وهنوزعها على التورتة كده، هندهنها يعني يا اصحابي. هدهنها معاكم كده بالشكل ده. شايفين طريقتها كتير سهلة ازاي يا اصحابي، ما بتاخدش وقت، وكل المكونات عندك في البيت. ما خدتش ولا 5 دقايق مننا. وهنحطها بقى يا اصحابي في التلاجة شوية بعد ما دهناها. اهو بعد ده شكلها بعد ما طلعت من التلاجة. شايفين شكلها كتير حلو ازاي. وهنجيب بقى السكينة علشان نقطع الكيكة، واحنا ننزل السكينة لتحت كده علشان تقطع الجاتو شاتو كويس. وبسم الله ما شاء الله بتطلع كمية كبيرة وحلوة ما شاء الله. اللهم بارك.
واقطعها معاكم بالشكل ده كده. شايفين وصفة سهلة وانصحكم تجربوه. وما تنسونيش يا اصحابي باللايك والشير. والتزيين بقى براحتك بقى، اختيار تزيني زي ما انت عاوزة بقى، بس انا اكتفيت بجوز الهند. شايفين هشة ازاي وحلوة. وطعمها بقى خطير، ولو عملتها ولادك هيتبسطوا منها كتير. وكمان قادرة سهلة وما بتاخدش وقت. شايفين نفس ازاي. وانا بقى هنا حطيت جوز الهند عليها. وخلاص كده خلصت وصفتنا النهارده، واشوفكم في حلقة جديدة، والسلام خدام. باي باي.